ستوري تايم. ضربني وبكى، سبقني واشتكى. يعني الصراحة أنا مرة متفشلة من نفسي إنه ممكن أو أسمح لنفسي إني أنشر كذا مقطع، بس فلانة تعدت الخطوط حقتها. كان عندي صديقة، خلينا نسمي هذا الصديقة فلانة جيت استقبلتها في بيتي شهر كامل محمولة مقفولة. والصراحة يعني متفشلة إني أقول لكم ذا الكلام، لأنه يعني لا من عاداتي ولا من تقاليدي إنه أنا أتكلم وأمن بهذا الشيء، بس هذه الإنسانة هي اللي خلتني الصراحة أوصل لهذه المرحلة. المهم الإنسانة هذه في يوم من الأيام حبت إنها تسوي ترند، إنها تلبس فستان زواج وتطلع فيه بث، بس إنه يعني هيك يعني بس إنه فستان. المهم سوت الترند حقها. أنا قاعدة في بيتنا قاعدة أبث، كنت وقتها فاتحة بث، كنت أحتفل بالخمسة مليون حقتي وجايبة باقة ورد لي أنا للخمسة مليون حقتي. فلانة قاعدة تطلع وتقول إنه مامتي هي اللي قالت لها واقترحت لها فكرة الفستان. حابة أقول لك مين اللي اقترح فكرة الفستان؟ نفس اللي طلعك هو تبون، هو نفسه اللي اقترح فكرة الفستان. وقلتي تبي تلبسيني زيك فستان، بس أمي رفضت وقالت لا، هذا مو شيء يعني الصراحة ينعمل عليه ترند. المهم يا جماعة أنا كنت وقتها فاكة بث حالي حال نفسي وقاعدة أحتفل بالخمسة مليون حقتي. فلانة ما جات وقالت لي إلا يمكن قبلها بساعة أو شيء زي كذا، إنه مو قبلها بيوم تقول لي إنه أنا جاية عندك البيت أكمل الحفلة عندك. لا، ما حد قال لي. وكان وقتها بثي ترى يمكن 3 الفجر 4 الفجر، أهلي نايمين، أهلي بسابع نومة. ففجأة يندق الباب، تصير زعزعة وتصير فيه هيك ضجة في البيت، يصحوا الأهل بيتفاجئوا بفلانة داخلة بفستان زواج. بس هل سوينا شيء على البث؟ لا، ما حد سوى شيء. اختي الكبيره وفلانه كانوا صحبات لدرجه انه اكثر مني، يعني هم كتير بيمزحوا مع بعض، وفلانه يا ما قالت لها يا بقره، يا ما قالت لها يا دبه، عادي يعني هذول الكلام بينهم. تمام. وراء الكواليس كانوا الانسان اللي يشبهوا فلانه فيه نفسها فلانه تتكلم قدامنا وتضحك وتورينا الكومنت وتقولوا واو بنات كيف جابوا واحد يشبهني مره، وتورينا. تمام. فوقت لما دخلت بالفستان فلانه عندنا على البيت، اختي ذكرت الكومنت لها وضحكت انه شوفي. بعدين هي شافت انه البث كثير فيه له ناس، هل يمشي؟ لا والله ما يمشي، حسوي دراما. فسوت دراما وقالت كل هذا الكلام مع انه المقاطع موجودة، واحنا نقول لها ما تطلعي من البيت الان، هذه الساعة 3 أو 4 الفجر، ما تطلعي من البيت ولا نسمح لك تاخدي اوبر، يعني بهذا المنظر ما بيصير تطلعي انت من بيتنا. فاحنا ما طردنا احد. فلانة لما طلعت وقالت انه انا تجاهلتها تماما او سفهتها، بقول لكم انه هذا انا اصلا المسج تبعي اللي ارسلت لها اياها قبل الجريدة حقتها، قبل لا تكتب لي الجريدة، يعني ما حد سفهها. وهذا كلام تاني تكلم صاحبتي، او هي كمان صاحبتي ومتابعتي وبنفس الوقت تشتغل معايا، كانت ترسل لها هذا الكلام. فانت مين اللي سفهك؟ ابى اعرف، قولي لي، اديني رقمه اتصل انتقم لك منه. سيبونا من كلام الجريدة. هذا الكلام قبل أسبوع من إنه تختلق هذه المضاربة، كانت قاعدة تقول للبنت اللي هي صاحبتي إنه خلينا نرجع أنا وسارة سوا مشان نكسر عيون المتابع اللي كان قاعد يسوي المشكلة اللي بدأت كلها، زي ما أسوي مع صاحبتي فلانة. هعمل لكم شرطة بس أنتوا فاهمين مين صاحبتها دي اللي فجأة دخلت وما حد جاب طاريها. المهم هي قاعدة تقول كذا، فإذا أنا بدونك ولا حاجة ليش قاعدة تستمري إنك تناديني؟ وأنا إنسانة ما أحب أرجع علاقة توكسيك، يعني أرجعها بشكل كبير لهذه الدرجة. ليش؟ لأنه في يوم من الأيام فلانة سوت فيني موقف، الحمد لله ربي نجاني منه، كله من دعاء الوالدة والوالد وتيتا وجدة وأحبكم. أول حاجة لأنه أنا أكره الكذب جدا، مع أنه هذه الفلانة دخلت عندي وقعدت معايا واستمرينا مع بعض، بس دخلت عندي منتحلة شخصية إنسانة ثانية من جنسية ثانية، كل كلامها كذب في كذب، كله كذب في كذب. حتى الموقف الثاني اللي هلا حجيكم فيه، لا الموقف الثاني هذا قوي يا جماعة، قوي، بس انت اللي خليتيني اضطر اتكلم. اول حاجة دخلت لعندنا فلانة مع احد عساس انه اخوها، بس هو ما هو اخوها، طلع بالاخير. تمام. سيبونا هلا ارجع لكم لهذا البارت. المهم عساس هذا اخوها في يوم من الايام اغمى عليه وهو في المشفى وبين الحياة والموت، على الساعة كم؟ على الساعة 12 1 الليل.
قامت سوت دراما بالبيت واشتعل البيت. اما انا اخويا يا ساره، روحي معايا عشان الان في الليل ما اقدر اروح معايا مع نفسي، روحي معايا. صحى بابا على الاصوات وقال خلاص انا اوديكم، كذا بعين مقفله. صحى بابا انا اوديكم، واصر عليها انه بابا يودينا، يعني انه ايش، انه هيك بابا انه ما حيخلينا احنا بنات نطلع لحالنا هالساعه وهيك. المهم فجاه صارت تتلعثم بالكلام، معلش جاء احد دق الباب. المهم سوت الدراما وتلعثمت وقالت خلاص اروح الصباح. الاهل هنا قلبهم النغز، بس انا يعني ما هبله، شو بدي اسوي، ما قلبي لا نغزني ولا شيء، الله وكيلكم دائما هيك. المهم قلبهم النغز، بس عدوا الموضوع. مشى الموضوع مشى لين خلاص يعني فلانة راحت مكان تاني وما عرف ايه. صباحية عيد الأضحى يندق باب بيتنا، يدخل لعندنا فلان اللي على أساس كان أخوها، ويقول لأبويا الله يخليك تدخلني أعتذر منك، أنا لا قاعدة أتوفق بدراستي ولا قاعدة أتوفق بحياتي علشان الشيء اللي كنت ناوي أسويه في بنتكم أنا وفلانة. فلانة كانت ناوية تاخذني مكان، هذا المكان يعني ما راح اقول لانه في اطفال يتابعوا اكيد هذا الفيديو، وتصورني بهذاك المكان عشان تستخدمه ضدي. ابوي سأل انت ليش سويت معاها كذا وانا ليش لازم اسامحك؟ قال له والله انها كانت ماخذه فلانه مني 5000 وما هي راضيه ترجع لي اياها، لين اسوي معاها التمثيليه قدامكم انه انا اخوها. يا فلانة أنا جدا أعتذر إنه في يوم من الأيام الوالدة اللي حكيتي عنها وكذبتي عليها وحلفتي على المصحف، ومعاكم حق يا جماعة، المفروض وإحنا ملزمين أي أحد يحلف على المصحف نصدقه، بس نستنى العقوبة الإلهية. يا فلانة أمي يوم من الأيام يوم كنتي معانا كانت دائما تنصح أمك وتقول لها عنك وتعطيها نصائح وتقول لها إيش أخبارك، لأنه أمك يا فلانة هي اللي طلبت هذا الشيء، لأنه أنت يا البارة كنت دايما ما تردي وتسفهيهم، وهم كانوا يلجؤونا إحنا لأنه إحنا اللي واثقين فينا، وهم عارفين أصلنا وعارفين أصولنا وعارفين إنه إحنا ناس مستحيل نخوف قلب أم على بنتها، مع إنك سويتي فيها كل هذه المشاكل وسويتي فيها مرة المشكلة اللي سببتي لي إياها وهربتي مع أول تاكسي. كل ده ما طلعت اتكلمت فيه، ليش؟ لأنه أنا هذا أصلي، بس أنت اللي تعديتي الحدود. وأنت وفلانة تقول إنها خرجت من المكان أو من الدولة اللي أنا فيها عشاني، لا كلنا عارفين ليش أنت خرجتي يا فلانة. ومن المواقف اللي فلانة سوتها فيني، وهي كمان من الأسباب اللي أنا أبعد عنها، إنه هي ما كانت تنظر لي نظرة صديقة، هي مع إنها خايفة من علامات الساعة وقربت علامات الساعة وتنشر علامات الساعة. وبما أنكم بإجازة استنوا بارت 2 من ضربني وبكى سبقني واشتكى. شكلي بتأثر في لينا، شكلي بتأثر فيها.